اول ما بلاقي الجو برد قوي كده والدنيا بتمطر بقوم جاريه اعملها المفتقه او الحلبه المعقوده. احلى مفتقه ممكن تاكليها، مقاديرها مظبوطه جدا جدا. عملتها معاكم في القناه، ما بغيرش مقاديرها ابدا. سهله وبسيطه وسر نجاحها في الخطوات. فمهم قوي تركزي معايا في كل تكه هنعملها مع بعض علشان تطلع معاكي بالمطه واللون والقوام التحفه اللي انت شايفاه ده. يلا بينا نسمي الله ونشوف مع بعض الفيديو. نبدأ بسم الله. أول حاجة عندي هنا مقاديري دي على 2 كيلو من العسل. أول حاجة هنا 2 كيلو من العسل الأسود. لازم يكون العسل بتاعك من مكان مضمون، ما يكونش مغشوش، مش متضاف له مية ولا أي حاجة، علشان يديكي مطة حلوة للمفتقة وكمان طعم جميل. حابة بقى تعملي كمية أكبر أو كمية أقل، هتزودي المقادير أو تقلليها بناء على كمية العسل. نشوف باقي المقادير بتاعتنا. عندي نص كوباية من المغات من عند العطار، طبعا بتظبط الطعم جدا جدا. لو مش تقدري تحطيها خلاص بقى استكفي بالحلبة المحوجة لأنه سعره بيكون غالي شوية. وعندي كمان نص كوبايه من الحلبه المحوجه، وهي عباره عن حلبه مطحونه وينسون وشمر وكركم وسمسم، او زي ما بنسميها القرطاس. برضو بنجيبها كده جاهزه على بعضها كده من عند العطار، هناخد منها برضو نص كوبايه. وعندي معلقتين كبار من الدقيق، يعني كل كيلو من العسل معلقه واحده بس من الدقيق. وعندي كمان كوبايه الا ربع من الزيت. لازم يبقى زيت نضيف، ما يبقاش ليه طعم ولا ريحه علشان ما يعملش ريحه كمكمه في المفتقه بتاعتنا. عندي كمان نص معلقه صغيره من ملح الليمون، او بديله عصير نص ليمونه. بالنسبه بقى للمكسرات اللي انا هستخدمها او هحطها في الحلبه بتاعتي، هضيف ليها سمسم وكمان هضيف لها سوداني حلواني. طبعا السمسم بتاعنا لازم يبقى نضيف جدا ومتنقي وكل حاجه، وكمان متحمص. ونفس الكلام برضو السوداني لازم يبقى متقشر ما فيهوش اي حاجه، وكمان حلواني مش مملح، خدوا بالكم. وطبعا الكميه اللي انت عايزاها، انا حاطه هنا كوبايه ونص من كل حاجه فيهم. حابه تحطي اكتر حطي اقل، دي حاجه ترجع لك انت. طبعا كل ما زادت السمسم والسوداني فيها بيبقى طعمها حلو جدا جدا. زي ما انتوا شفتوا كده يا حبايبي، مقاديرها سهله جدا وبسيطه. يلا بينا بقى على البوتاجاز عشان نبدا مع بعض نشوف هنسويها ازاي. اول حاجه هجيب حله كبيره شويه علشان اخد راحتي في التقليب بقى، وكمان العسل ياخد راحته في الفوران. وزي ما انتوا شايفين كمان استخدمت حله ستانلس مش حله جرانيت ولا تيفال عشان اقلب فيها براحتي، وكمان معلقه خشب علشان المعلقه السيليكون بتخلي العسل بيفور اكتر. اول حاجه هنزل بكميه الزيت كلها الموجوده معايا واسخنه شويه، وبعد كده انزل عليه بمعلقتين كبار من الدقيق. وهبدا ان انا احمص الدقيق في الزيت من غير ما ياخد معايا لون ولا اي حاجه خالص، يدوب بس اشم ريحته كده ظهرت، مش عايزه حتى يصفر معايا خالص. كاني بالظبط بعمل بشاميل. وطبعا النار بتاعتي تكون هاديه شويه، ما تبقاش عاليه قوي ولا منخفضه قوي. خدوا بالكم انا قلت لكم نجاح المفتقه في الخطوات، فالخطوات دي مهمه جدا جدا. بعد ما حمصت شويه الدقيق كده في الزيت، هنزل بعد كده بالفول السوداني. طبعا كل حاجه معايا متحمصه. نزلت بالسوداني الاول لان اكتر حاجه هتستحمل معايا النار، فانا نزلت بيه هو الاول، وهديه برده تشويحه كده الاول مع الزيت والدقيق. لازم كل ما اضيف حاجه اشوحها الاول تاني واحمصها شويه مع الزيت والدقيق. تمام كده. وبعد كده هنزل عليها بنص كوبايه المغات، وهرجع برده احمصها برده تاني بالشكل ده. تقلبتين حلوين كده لغايه ما ريحه المغات تظهر معانا كده واشمها. تمام بالشكل ده. في الوقت ده هكون مجهزه نص كوبايه الحلبة المحوجه وهضيفها. تمام. وهرجع تاني برضو اقلبها، يبقى كل حاجه هتتحمص بدورها، او هقلبها بدورها، مش هنحط كل حاجه في كده فوق بعض. وارجع تاني اقلب كويس جدا. عايزه اقول لكم المفتقه ما بتاخدش على النار 20 دقيقه اول واخر، فالموضوع ده كله اصلا يعني سريع جدا جدا. في الاخر بقى هنزل باخر حاجه تستحمل معايا الحراره، وهي السمسم. زي ما قلت لكم السمسم والسوداني متحمصين اصلا من الاول. نقلب بقى كل حاجه كده مع بعضها علشان ياخدوا كلهم من طعم بعض قبل ما انزل عليهم بالعسل. زي ما انتوا شايفين ايدي مش بتبطل تقليب خالص، ما ينفعش تسيبيها وتعملي اي حاجه تانية. من اول ما بتبداي لغايه ما بتخلصي تبقي واقفه كده ماسكه المعلقه وبتقلبي، ما تبطليش خالص. نجيب بقى العسل بتاعنا ونسمي الله كده بالراحه واحده واحده، وننزل بيه على المكسرات اللي احنا شوحناها مع بعض كويس جدا. شايفه قوام العسل عامل ازاي؟ ما شاء الله القوام بتاعه تقيل. لازم يكون القوام بالشكل ده، والا يبقى عسل مغشوش. يعني العسل بتاعك لو قوامه اخف من كده اعرف ان هو عسل مش اصلي ومغشوش متضاف له حاجات كتير بقى، ميه وغيرها. انما القوام ده معناه ان هو عسل اصلي، هيديكي بقى المطه الجميله اللي احنا عايزينها للمفتقه. شايفه بقى بعد ما نزلت العسل بتاعنا، طبعا النار بتاعتي متوسطه وبقلب في اتجاه واحد زي ما انت شايفه كده. ما ينفعش اروح واجي بايدي، لازم اتجاه واحد بس علشان العسل بتاعنا ما يسكرش. بالظبط كده زي الكيكه لما بنقلبها في اتجاه واحد علشان ما نخرجش الهواء منها. ما ينفعش بقى نروح ونيجي فيها.
ده اللي انا بعمله دلوقتي بالظبط، بلف في اتجاه واحد علشان ما يسكرش مني وما يفصلش. اعلي النار بتاعتي شويه علشان العسل طبعا بتاعنا بارد، فهياخد وقت معاكي تقريبا 10 دقايق على ما يرجع يغلي تاني. وطبعا في الوقت ده انا واقفه كده وماسكه المعلقه وبقلب على طول، مش هسيبه علشان ما يتحرقش مني ولا يتلسع ولا اي حاجه خالص. شايفين طبعا القوام خفيف جدا، لسه ما تقلش معايا خالص، وانا لسه بقلب اهو ومستمره، مش هزهق ولا اي حاجه. شايفين القوام؟ طبعا ده بعد ما عدى ربع ساعه وغلت معايا بالشكل الجميل ده. شايفين بقى درجه الصفار الجميله دي؟ طبعا ده عشان حمصنا كل حاجه بدورها، ما ضفناش كل حاجه كده فوق بعضها مره واحده. دلوقتي بقى بعد ما غلت معايا بالشكل ده هضيف لها نص معلقه الملح ليمون او عصير نص ليمونه، وطبعا متشال منها البذر. شايفين بقى؟ بصوا برجع تاني اقلب بالشكل ده. انا دلوقتي بعد ما غلى معايا اول مره بهدي النار بتاعته خالص دلوقتي، واسيبه على النار تاني لمده 5 دقايق على النار. تمام. طبعا انا برضو بقلب فيه، مش هسيبه خالص ال5 دقايق دول علشان تستوي معايا كويس، وكمان عشان تتعقد معايا اكتر. زي ما انتم شايفين بلف في اتجاه واحد، ما ينفعش يمين شمال يمين شمال، باكد عليكم يا بنات، دي حاجه مهمه جدا. شايفين اهو كل ما احس انها بتفور وبتغلي بقلب بسرعه علشان اضيع الفوران بتاعها. هفضل اقلب لغايه القوام بتاعها بيتقل معايا حاجه بسيطه، ومن غير ما اختبر سواها خالص. هي 5 دقايق وهتكون معاكي تمام وزي الفل، طالما العسل بتاعك كويس جدا ونضيف وتقيل. انما لو العسل بتاعك مغشوش هتاخد معاكي نص ساعه او اكتر من كده لغايه ما يتقل معاكي. ومش هنقعدها اكتر من 5 دقايق من بعد الغليان الاولاني على النار علشان ما تمسكش اكتر، قوامها هيبقى تقيل قوي. تمام كده. وكده خلاص بعد ما عدى ال5 دقايق واخدت معايا غلوه حلوه بالشكل ده، بطفي النار عليها. شايفين بقى؟ تقليبه كده حلوه. شايفين القوام بتاعها تقل ازاي عن الاول؟ وطبعا كل ما بتبرد كل ما بيتقل اكتر عن كده. بعد ما طفيت عليها هسيبها تهدى خالص من السخونيه الموجوده فيها علشان ارجع اوريكم القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي بعد ما بتبرد. وده شكلها وقوامها بعد ما هديت شويه. طبعا هي لسه دافيه، مش بارده خالص ولا سخنه خالص، ما ينفعش تسيبيها تبرد خالص، هتلاقيها جمدت منك جدا ومش هتعرفي تفضيها في العلب بتاعتك وفي البرطمانات. لازم تبقى دافيه علشان تعرفي تتحكمي فيها. شايفه ما شاء الله عامله ازاي؟ قوامها تحفه جدا وفي منتهى الجمال، زي ما قلت لك تقل اهو عن الاول. شايفه؟ طبعا نقلب كله كويس جدا لان المكسرات بتطلع على الوش. حضرت البرطمانات بتاعتي سواء بقى بلاستيك او ازاز، لازم تبقى مغسوله كويس جدا ومتعقمه، ما بقاش فيها ولا نقطه ميه. نبدا كده نسمي الله مع بعض ونبدا نعبيهم كده في البرطمانات. طبعا ما شاء الله بتعمل كميه حلوه جدا لانها طبعا بتزيد معاكي علشان المكسرات اللي انت بتحطيها. كل ما كانت مكسرات اكتر كل ما طبعا بترمي معاكي اكتر. تمام كده. وطبعا عايزه اقول لكم كمان ان هي علاج للنحافه، يعني الناس اللي هي عندها مشكله في النحافه والوزن بتتخن جدا جدا في الاسبوع من 3 ل 5 كيلو. فخدوا بالكم الناس اللي عامله دايت او عايزه تحافظ على جسمها تاكل منها خفيف جدا، او اللي عامل دايت ما يقربش منها خالص زي حالتي كده. طبعا بتعالج الانيميا وفتح للشهيه، يعني حاجه كده في منتهى الجمال، مغذيه جدا جدا وبتدفي وبتدي طاقه رهيبه بجد يا جماعه، يعني تحفه بجد جدا، فوائدها كتير جدا. اتمنى تجربوها واعملوها لاولادكم، هتعجبهم ان شاء الله. وسهله وسريعه ومقاديرها مظبوطه جدا زي ما قلت لكم، وانسوا اي طريقه تانية. ما تنسيش بقى وانت بتعبيها في البرطمانات تقلبيها كويس كل مره علشان يطلع معاكي المكسرات والعسل مع بعض. ال2 كيلو عسل طلعوا لي 3 كيلو من المفتقه، بجد كميه جميله جدا وكبيره جدا جدا. اعملي بقى منها، وزعي منها لاصحابك وحبايبك وجيرانك، وبالف هنا عليكم جميعا وكل سنه وانتم طيبين. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، بس وصفاتنا ما بتخلصش. استنوني بقى فيديو جديد، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.